الحكاية تبدأ مع جوين والحاج ماكس تينيسون، وهم مربوطين عند الدكتور أنيمو وهو شغال على قنبلة نووية، وطبعا يوصل البطل رقم 10 بن 10. المهم يفكهم ويحارب واحد من حيوانات أنيمو الغريبة، وأنيمو يشرح له القنبلة بتاعته هتعمل ايه، لكن بن كالعادة ما بيسمعش ويولع في الجهاز بتاعه، وأنيمو يقول له بطل اللي بتعمله ده، هتخلص على الجهاز وعلينا يا غبي. وبن يقول له ما هو ده اللي أنا عايز أعمله من الأول، ويفضل يسخن في الجهاز لحد ما يبوظ ويقف، وبعدها يمسك أنيمو، بس فجأة يشتغل إنذار من الجهاز ويطلع موجة غريبة تيجي في بنتين وتأثر على الساعة، وجوين تسأله هي الساعة مالها، ويقول لها مش عارف، ممكن عشان وقتها خلص، والساعة تتحول للون البرتقاني وترجع تاني للون الأخضر، وبيني يقول خلاص طالما الساعة لونها أخضر يبقى كل حاجة تمام. وبعدها يروحوا يناموا، وفجأة الدنيا تنور قوي، فيطلعوا برا يلاقوا تيتراكس هو اللي برا، وتيتراكس ده فضائي من نفس النوع والكوكب بتاع دايموند هند. فيسألوه انت جيت ليه؟ لينا فترة ما شفناش بعض، ويقول لهم انا سمعت رسالة تحذير من اومنيتريكس عشان كده جيت. وبين يقول له فعلا الساعة لها فترة مش مظبوطة وبتعمل حاجات غريبة. والجد ماكس يقول له قصدك وضع التدمير الذاتي؟ بالظبط، الرسالة دي متتبعتش الا لما العد التنازلي للتدمير الذاتي يبدأ. وبين يقول له يعني الساعة تتدمر ومش هبقى بطل تاني؟ وتتركس يقول له لا يا حلو، دي الساعة واللي لابسها والكوكب كله هيتدمر، انت متعرفش اللي حصل خلى التدمير يشتغل. وجوين تقول لي بن هو في غيره؟ الجهاز الغريب بتاع انيمو اللي بوظته متخلف، اكيد الموجات اللي طلعت منه هي اللي عملت كده. وتتركس يقول له انا معرفش التدمير بيوقف ازاي، وعشان كده لازم نروح نخترع الامنتريكس ازموس وهو اللي يتصرف، وندخل السفينة ونشوف المعدات وشكلها من جوه، وكمان ربان السفينة بلوتو. وتتركس يفحص الأومنيتريكس عشان يلاقي البصمة الوراثية بتاعت أزموس ويدوروا عليه بيها، ما هو مخترع عبقري زي ده مش هيقول مكانه لحد، وفعلا يلاقي البصمة الوراثية ويحدد موقعها، يلاقيها في كوكب اسمه أنكارسكا. بس قبل ما يمشوا الإنذار يشتغل، وتتركس يقول عندنا ناس غريبة في السفينة، وينزلوا يدوروا على أي حد غريب، وبين يتحول لوايد مايت يلاقي الغريب ده هو جوين، ويكملوا طريقهم عادي. والأومنتريكس تصرفاتها الغريبة بتزيد، وتتركس يقول لبين اللي خايف منه طلع صح، كل ما تتحول العد العكسي يبقى أسرع، لازم تقلل التحول بتاعك عشان وقت التدمير. وجاس وات في حد تاني تجيله إشارة الأومنتريكس، العدو اللدود فيلجاكس. فترى اللي هيحصل يوصل لكوكب أنكراكسكا، وتتراكس يقول لهم لازم تتنكروا عشان محدش يعرف انكم بشر، وكمان معاكم الأومنتريكس، ويمشوا يدوروا على أزموس، وبين يشوف فيلجاكس ويتحول لأبد شاك ويهاجموا لحد ما فيلجاكس يمسكه ويقول له ما مشكلتك؟ هذا الصوت، أنت لست فيلجاكس، أنت فتاة. ووقت الساعة يخلص والفضائيين يتلموا عليهم، والبنت دي تقول لبين اختراع بيعمل ايه مع عيل غبي زيك، وكمان شغلت التفجير الذاتي ليه، ويقول لها مش عارف ايه اللي حصل بس اعمليها، وتقول له خرجني من الكوكب ده وانا اعملها لك. وبعد شوية اكشن ومطاردة يهربوا من الكوكب، والبنت تفضل تفحص الساعة وتركب لها جهاز ينظم الاشارات الكهربية، وبين يقول لها هتعرفي تصلحيها، وتقول له لا عشان انا مخترعتش الساعة، انا مياكس المساعدة بتاعت ازموس. تتركس يقول لها بس البصمة بتاعتك كانت على الساعة، وتقول له انا مسحت بصمة اسموس وحطيت بصمتي عشان ازموس ما قدرش يتعب بشغل في الساعة. تتركس يتعصب ويقول لها أعطيني سببا واحدا يمنعني من وضعك في أنبوب للطاقة وأعيدك إلى سجن إنكاسك في الحال. وتقول له عشان انا عارفة هو فين، كوكب زينون. ويروحوا كوكب زينون، وفجأة فيلجاكس وستة ستة يهاجموهم، وبعد شوية أكشن يخلصوا من فيلجاكس ويدخلوا الكوكب، فيدخلوا الكهف بتاع أزموس وتهاجمهم نباتات غريبة، وواحدة منهم تاخد جوين وتهرب، فبين يتحول لفور أرمز عشان ينقذها، بس ما يعرفش ويفضل يلوم نفسه ويقول أنا السبب. أنا السبب، أنا السبب، أنا السبب. وتتركس يقول له عددهم كان كبير ما كانوش هيمشوا غير لما ياخدوا حد منا، خلينا نكمل اللي بدأناه عشان تضحيتها ما تروحش على الفاضي. ومياكس تاخدهم ممر سري ويكملوا الطريق. وتتركس يقول لبن انت مش السبب يا بن، لما كنت صغير كنت اناني وما بفكرش غير في نفسي وشغال اللي يدفع اكتر، لحد ما اشتغلت عند فيلجاكس واديته اخر حته من السلاح اللي عايز يعمله، ولما شعبي رفض يستسلم دمر الكوكب بالسلاح اللي اديتهوله، ما كانش هيعمل كده من غيري. كل واحد مننا عمل حاجات غلط، بس لو ما صلحناش الساعه يبقى بلوتو وجوين راحوا على الفاضي، عشان كده لازم نكمل. واخيرا يوصلوا عند البوابه، والاول مره بنشوفه ازموس، ويشوف بن معاه ساعه الاومنيتريكس ويقول له اختراع بيعمل ايه مع عيل صغير، انا عارف انتوا جايين ليه، استخدمتوا اختراعي غلط وكوكب الارض هيتدمر. بين يقول له انا ساعدت ناس كتير بالساعه، وبنت عمي ضحت بحياتها عشاني، انت مش عايز تساعدني. وازموس يقول له انت عيل غبي، شغلت التدمير الذاتي الاخطر جاز في الكون وموتت بنت عمك على الفاضي، وكمان الكوكب بتاعك هيتدمر بسببك، وبصراحه كل ده ما يهمنيش. وبين يتعصب من كلامه ويتحول لكانون بول ويقول له عديت بموقف صعب كتير وضاعت مني ناس غالية عليا وانت مش راضي تساعدني، وبعد كل ده جاي تقول لي انا الغبي. ويكسر البوابة بتاعت ازموس ويقول له لسه برضه مش عايز تصلح الاختراع الغبي بتاعك ده.
وازموس يقول له لو فاكر ان الكلام اللي قلته ده هيغير رأيي فيك تبقى عيل غبي، كل اللي عملته انك استردت العدل العكسي وبسببك الارض تدمر بسرعة. وبين يتعصب اكتر من كلامه ويقول له لو بنت عمي ماتت على الفاضي زي ما قلت وكوكبها هيتدمر وانا كمان هموت، يبقى مش هموت لوحدي، يا مخترع مغرور واناني. ويضربه في القناع بتاعه، بس البدلة بتتفتح ويخرج منها فضائي عجوز شبه نوع جراي ماتر، ويقول لبن انت فاكر برضه بعد اللي عملته ده هعمل لك الساعة؟ انا لسه عند رأيي، انا ما اخترعتش سلاح، انتوا اللي عملتوه سلاح. انا اخترعت الأومنتريكس علشان سلام العالم كله، جهاز يستخدم كل قدرات العالم بحكمة وعدل. وبين يقول له انا لعبت فيها بس انا سألت ناس كتير بيها برضه، هي اللي علمتني يعني ايه مسؤولية، هي اللي خلتني بطل، هي اللي حسستني ان ليا دور في الحياة، هي الامل اللي انا عايش بيه، فارجوك ما تاخدش مني الامل ده. وفجأة المكان ينهار فيخرجوا برا يلاقوا فيلجاكس ومعاه اسطول كامل عشان يخطف ازموس وياخد الساعة، وتبدأ المعركة ما بينهم. وبين يحارب بكل قوته لحد ما يشوف حاجة ما كانش يتوقعها، جوين وبلوتو لسه عايشين. وبين يفرح جدا لما يشوف بنت عمه تاني ويحاربوا مع بعض من جديد لحد ما يتحاصروا. وبين يفكر ويقلع الجهاز اللي في الساعة عشان تعمل موجة كهربائية كبيرة وتعطل جيش فيلجاكس كله. وازموس اخيرا يقتنع بكلام بين ويعطل الساعة، بس فيلجاكس ما يستسلمش ويهاجم بجنود عملاقة. وبين يستخبى منهم لحد ما ازموس يجي ويركب الساعة وتشتغل من جديد، وكمان معاه فضاء جديد. وبين يتحول لوي بيج ويدمر كل جنود فيلجاكس وكمان يرميه برا الكوكب. ولما الحوار ده يخلص ازموس يجهز نفسه عشان يمشي من الكوكب ده بعد كل اللي حصل له. وقبل ما يمشي بين يقول له شكرا على تصليح الساعة، لو عايز تاخد الساعة خدها. وازموس يقول له انا اخترعت الأومنتريكس عشان السلام ينتشر في العالم كله، فلو انت عملت كده مفيش مشاكل خليها معاك، وكمان انا مش عايز وجع دماغ، اديك شفت اللي حصل لي بسببها، خليها معاك احسن. ويمشي ازموس ومياكس، ودي تكون نهاية الفيلم. فلو عجبك الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا لي عايزين نلخص ايه تاني. وبس كده، كان معكم احمد، سلام. بدأت كل القصة حين اكتشف جهازا غريب، وسارت بعدها الأمور في منحى عجيب. تراه فتى عاديا لكنه يخفي